اتعودنا في برنامج مشوار نجم ان احنا بنقدم سيرة ذاتية للنجم بشكل زجلي. الفقرة دي معدة خصيصا للفنان العالمي عمر الشريف بعنوان المواطن المصري. معد ومقدم هذه الفقرة الأستاذ ناجح فرج، فليتفضل. مساء الخير. اتعودتوا عليا في كل اللقاءات وتكريم الفنانين ان في حاجه تتقدم، والنهارده بعد سؤال الاستاذ عمر عن العالميه والنجوميه فعلا اتاكدت ان انا لما اخترت عنوان للي انا هقوله اخترته صح، واللي هو المواطن المصري. وطبعا اللي كان لفت نظري هو الفيلم المواطن المصري، وقد ايه انا لما قريت عن الاستاذ عمر قد ايه حسيت ان هو بيحب مصر وانه مواطن مصري. المواطن المصري من واقع دفتر الاحوال. ولادك يا مصر اعظم رجال، شهرة وفي كل مكان ومجال، بطل له قصة تنحكي وتنقال، زويله محفوظ وغيرهم كتير رموز، خلوا اسمك في السما عالي، ونجم الليلة في الفن عاشق للترحال، في بيتنا راجل حياته قصة وموال، ده المواطن المصري. المواطن المصري غني عن التعريف، حبه لبلده مفهوش مزايدة ولا تسويف، طيبة ابن البلد الشقي أبو دم خفيف، راجل عصري في بساطة أهل الريف، لورنس العرب عمر الشريف. ده المواطن مصري. المواطن المصري يا أحباب في اسكندرية اتولد، ابن التاج الأخشاب، وفي فيكتوريا بعلمه تفوق على الأصحاب، وعلى مسرحها هملة أول فتح الباب، في التمثيل مثل وقدوة يا شباب، ده سبق جيله من وطنه والأغراب، ده المواطن مصري. المواطن مصري والصدفة، بالصدفة مع شاهين كان صراع في الوادي، نجم وحب ظهر في اللحظة دي، وحب الفاتن ده ما كانش عادي، سيدة القصر أم ابني وأبو أحفادي، عمر وكارم أغلى ما عندي في الدنيا دي، مبروك يا جدو كانت سبب إسعادي، ده المواطن المصري. المواطن المصري من الزمن الجميل، نهر الحب يا محلاه، ده نبع صافي جميل، أيامنا الحلوة معاه ويحلى السهر بالليل، رمزي وحليم وياه صحبة مليها مثيل، ونجمه لمع في سماه بعد صراعه في النيل، ده فارس الخيالة بيهوى ركوب الخيل، وفي المينا كان الصراع ورجب، ده راجل أصيل، ده المواطن المصري. المواطن المصري إبداعه من الأسرار، إحنا التلامذة فينا شقاوة وشطار، ضحك ولعب وجد وحب وهزار، من لوعة الحب والسر صفارة القطار، وفي بداية ونهاية حسنين خايف من العار، ولا إشاعة حب آخر الكذب أستر يا ستار، وكان غرام الأسياد على شاطئ الأسرار، ده المواطن مصري. المواطن المصري معروف للملايين، قلنا بدايته مع صاحبه عم شاهين، كان الموعد هوليود حط عليه العين، جه اختاروا لأدواره المخرج ديفيد لين، الأمير علي للعالمية مصباح علاء الدين، ظهر إبداعه في جيفاغو ولا التلج جرين، الفرسان وجنكيز خان وكتير لنكون ناسيين، ده المواطن المصري. المواطن المصري ده إنسان طير مسافر في كل مكان،
قلب بينبض حنين وحنان، كفاية بعد عن الأوطان. يا عم أيوب والله زمان، القديس بطرس وحسن ومرقس من زيك في أزهار قرآن. انت بجد حقيقي فنان، ده المواطن مصري. ترشيح للأوسكار عن أدواره في الأفلام، سيزارنا لها بكل جدارة أحسن ممثل في ذا العام وغيرها. وعلى حد قوله مصر هي أعلى وسام. طب نديله من كل قلوبنا أحلى تحية وأحلى سلام، ده المواطن مصري. بعد رحلة غربة فيها سعادة وقربة بين لندن وباريس، فين روح مصر الحلوة اللي في كل خطوة عزيز؟ كفاية الصبح بعدي ألقى حد بيشاور أهدي، يصب على أستاذ الأساتيز، يطلع عامل بسيط شغال رغم عنده كم عيال، ضحكته من قلبه من غير غش ولا تمييز. وبعد سنين جد الجد بحري أحلى عندي من شانزليزيه باريس، ده المواطن مصري. المواطن مصري في الختام، مهما نقول مهما نعيد، جمهورك كله الليلة سعيد. طفل كان أو شبان، راجل ست شيوخ رهبان، بيحبوا عمر الإنسان، ده المواطن مصري. ندعي له بطول عمره كمان وكمان، ويبعد عنه أي أحزان. مرحبا